السلام عليكم، أهلا بيكم. وصفة النهاردة إن شاء الله مميزة جدا جدا. هنحضر مع بعض الراعي الرسمي لشهر رمضان، القطايف المقرمشة. هنحضرها من الألف للياء بدون أي تعقيدات. هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. طبعا القطايف بتحتاج شربات تقيل، كوبايتين سكر وعليهم كوباية مية، ظرف فانيليا، عصير نص ليمونة، معلقة صغيرة عسل كلوكوز، وهو ده السر اللي بيخلي ليها لمعة في الآخر وبيحافظ على قرمشتها. ونحطهم على النار، نقلبهم بالراحة. أهم حاجة ما نجيبش ذرات السكر على حواف الكسرولة، ويتدوب على النار لأنه ما بيدوبش إلا بالحرارة. هنسيبه بعد الغليان 7 دقايق بالظبط وهنطفي عليه. الشربات التقيل ينفع لأي حلويات مقلية. وهنبدأ دلوقتي نحضر عجينة القطايف. نص كوباية دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسة، على كوبايتين دقيق أبيض منخول عادي متعدد الأغراض، معلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة صغيرة، معلقة بيكنج باودر صغيرة، نص معلقة كربونات الصوديوم اللي هو اسمه كربوناتو. وهنحضر 3 كوبايات ماء، هننزل بيهم في الخلاط وهننزل بالدقيق واحدة واحدة كده لغاية ما العجينة توصل معاكي للدرجة دي. هتسيبيها تريح، لو في الصيف هتسيبيها تريح ربع ساعة بالظبط، لو في الشتاء نص ساعة، ما تكتريش عن كده. وابدأي اشتغلي بيها على نار متوسطة، مش عالية ومش واطية، عشان تطلع معاكي مظبوطة 100%. هنمسح الطاسة بمنديل فيه زيت، مسحة خفيفة جدا زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. انا ما حبيتش اقطع لكم الفيديو عشان تشوفوا المسامات، اخرام كتيرة صغيرة كده. النتيجة ناجحة 100%، مظبوطة ظبطت حلواني. بعمل معاكم كمان واحدة. شايفين يا بنات الاخرام بتبدأ تطلع على وش القطايف؟ هي كده اتأكدي ان عجينتك ناجحة 100%، وبتاخد لون ذهبي من تحت، وهيكون في حواف على الحواف لون ابيض. اتأكدي ان كده درجة الحرارة مظبوطة والعجينة مظبوطة. لو ما خدتش اللون الابيض اللي على حرف القطايف كده في خلل في الحرارة، يا اما انتي معلياها يا اما موطياها. ظبطي درجة الحرارة عشان تطلع معاكي مظبوطة ولونها حلو. هعمل معاكم اخر واحدة. انا عاملاها مقاس وسط، مش كبيرة ومش صغيرة. عايزاها عصافير صغري عن كده، عايزاها اكبر من كده عشان تحشيها لحمة مفرومة معصجة، ده حسب ذوقك واختيارك. شايفين يا بنات الاخرام ازاي؟ وهوريكم كمان لونها من تحت، لون ابيض على الحرف كده. درجة الحرارة مظبوطة وعجينتك مظبوطة. هكمل انا باقي الكمية. عملت معايا بسم الله ما شاء الله كمية كويسة جدا. يعني انت ممكن تستخدمي كوب واحد دقيق على ربع كوباية دقيق سميد على كوباية ونص مية، وبرضو اقسمي المكونات التانية. شايفين طرية ازاي؟ اهم حاجة تخرجوها بتبقى فوطة، هي جوه الفوطة بتبقى فوطة من تحت وفوطة من فوقيها. شايفين يا حبايبي طرية وجميلة والله، احلى من بره بدون حلفان. جميلة وهشة قطنية. شايفين يا حبايبي ما بتتكسرش، هشة وجميلة بألف هنا وشفا. ابدأي احشيها بالطريقة اللي انت عايزاها. عايزة مكسرات وجوز هند، عايزة كريمة القشطة، براحتك، ده براحتك خالص. شايفين يا حبايبي بتتقفل بكل سهولة، ملبن في ايدك. جربيها والله على ضمانتي، تحفة. قطايف انت عاملاها في البيت بمكونات مضمونة وبطريقة اقتصادية جدا يا بنات. لاحظوا كده وهي بتتقفل قد ايه هي هشة وجميلة، غير بره خالص، غير اللي انت بتشتريها من السوبر ماركت. دي حاجة طازة من ايديك الحلوين. هعمل معاكم واحدة كمان. اهم حاجة اللون الابيض اللي على الحرف كده. انت مظبطة درجة الحرارة وعجينتك مظبوطة. تعرفي عجينتك مظبوطة ازاي؟ الاخرام الكتيرة الصغيرة تبقى هشة وطرية بالطريقة دي كده. هتبقي استاذة فيها، بس اعمليها بنفس الطريقة والتكات اللي انا قلتلك عليها دي، هتطلع معاكي احسن من احسنها كنفاني وعلى ضمانتي. وممكن تحشيها وتشيليها في كيس، في شنطة بلاستيك او في علبة مغلقة،
لتاني يوم. احشيها بالحشوة اللي انت عايزاها، اهم حاجة علشان ما تنشفش. شيليها في حاجة محكمة لتاني يوم وقليها. تحفة يا بنات، بألف هنا وشفا. يعني لو عندك عزومة مثلا ممكن تجهزيها من بالليل وتشيليها وتقليها يوم العزومة تاني يوم، هتبقى جميلة جدا، هينبهروا بيها، مش هيصدقوا انك عاملاها في البيت. حاجة كده حلوة قوي، مظبوطة، ظبطت حلواني. وعلشان ما اطولش الفيديو عليكم، انا هكمل باقي الكمية. وهنحضر طاسة فيها زيت غزير شوية، ما يبقاش قليل في الطاسة، والزيت يكون سخن. وهنبدأ نقلي القطايف. اهم حاجة تاخد لون ذهبي غامق زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، وتطلع طبعا الشربات يكون بارد، وتطلع من الزيت. نصفي الزيت حلو وتنزل في الشربات وهو بارد دقيقتين بالظبط في الشربات، وبعدين شيليها. انا بخرجها على مصفى عشان لو في شربات زيادة يتصفى منها. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، الشربات تقيل، القطايف سخنة، والشربات بارد، وتطلع بالنتيجة الهايلة دي. لونها فوق الممتاز، وريحتها حلوة جدا بزيادة. ربنا يحسن ما بين ايديكم. ومقرمشة جميلة جدا يا بنات، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. قطايف مقرمشة، ريحتها جميلة، طعمها حلو قوي بزيادة. لو جربتيها مرة ان شاء الله هتعتمدي الطريقة. عملناها بطريقة اقتصادية مش مكلفة، والنتيجة ولا اروع من كده. قطايف مش شاربة ولا نقطة زيت، شاربة شربتها كويس جدا، واللمعة الجميلة اللي فيها دي حاجة كده يا بنات خطيرة خطيرة. جربيها ان شاء الله وتدعي لي. شايفين يا حبايبي القرمشة مقرمشة جدا جدا، والطعم خطير يا بنات. كفاية انك عاملاها بايديك الحلوين. بألف هنا وشفا. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. استنوني يا حبايبي في وصفات كتير حلوة قوي ومميزة. في حفظ الله. السلام عليكم.